السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هنصنع شفرة اسانسير من البوليستر الشفاف ميدالية يا جماعه. تعالوا معايا الشرح عشان تاخد خلفيه اتعملت ازاي بطريقه حلوه جدا وبسيطه. بس فالخامه اللي احنا نستخدموها بوليستر شفاف. تاني حاجه طبعا انا جايب غطا صغير منه. هتقول لي ليه؟ هقول لك على كد الميدالية بس عشان للشرح. الزراديه، الحلقه بتاعت الميدالية، ده المصلب، ودول الشفرتين دول طبعا جايبهم للمهندس. دول اول ما تجربهم بين الاسانسير يفتح على طول. الاسانسير دي شفرة الاسانسير الجديدة. طبعا كل حاجة بتتطور، بس فانا اعمل ايه؟ استخدم حاجة بسيطة جدا. المصلب استخدمت في حركة ايه؟ حاجة بسيطة واديها تجليبة. بس فافضي شوية طبعا بعد ما نحط المصلب واتوزع. هتوزع زين طبعا. بعد ما نوزعه اهي هتوسطنها طبعا. فض على شوية تاني. بس يا جماعة اهي. اهم حاجة هما الاتنين يشربوا، تظبطهم برضو. بس وهنفضه برضو نفس النظام. بس طبعا الموضوع سهل جدا يعني. بس اهم حاجه ايه؟ البوليستر الشفاف ما تكترش مصلب. يعني حاجه بسيطه جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان الشفافيه بتاعته تبقى قاعده زي ما هي، ما تبوظش الدنيا. تمام. تاني حاجه طبعا ما بيتحطلوش كوبالت نهائي، هو بيجي متكبلن. تالت حاجه هنسيبوها في حركه ربع ساعه. بس هنسيبوها تنشف وبعد كده ايه؟ هنيجي نطلعوها. بس يا جماعه بعد ما نشفت طبعا هنطلعوها. تطلع معاك اهي طبعا ممتازة. بس فهي دي هنستخدم الزرادية تفتح. رجعها زي ما كانت. بس كده الميدالية خلصت. الميدالية دي بتتوزع على السكان طبعا في العمارة، لأنه الأسانسير بيبقى لناس معينة بتاع. بس طبعا والكود ده بيبقى على التليفون برضو. بس الشفرة دي بتبقى للعيال كده، بتبقى حاجات تانية يعني للأطفال بتاع. بس وده منتج ايه؟ فكرة جديدة من البوليستر طبعا اهي. منظرها تحفة جميلة جدا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.